أسعد الله صباحكم أعزائي المشاهدين أينما كنتم، أهلا وألف مرحبا بكم على قناتكم الإخبارية التي اعتدتم أن توافيكم بالجديد يوميا. أرحب كذلك بالمشتركين الجدد تنورون قناتنا، ولا تنسوا الاشتراك بالنسبة لغير المشتركين فضلا وليس أمرا، فهذا من دواعي سرورنا. المؤثرة سوسن التي ذاع صيتها بعد استعمالها لتطبيق تيك توك وصار الكل يعرفها، بعد ذلك صارت المؤثرة سوسن محل انتقادات بسبب انتفاخ كبير في وجهها، الشيء الذي أدى إلى توجيه عديد المتابعين لها رسائل خاصة لتحذيرها إن كانت تشرب أدوية من نوع ما، لأن هذا سيعود عليها بالسلب. لتعود المؤثرة سوسن ويظهر عليها نقص في الوزن وتعود لطبيعتها بعد أيام، وبعد ذلك قام الجمهور بمدحها. لتخرج قبل يومين انستغراميز معروفة وتقول وتنشر لها صور في لباسها كشرطية، حيث كذب العديد هذا، ولكن المؤثرة سوسن خرجت البارحة في فيديو مباشر وقالت: نعم أنا كنت شرطية وعملت في هذا المجال لمدة 3 سنوات، وقالت أنها تحذر الانستغراميز من نشر تفاصيل حياتها الشخصية، وقالت كذلك أنها عندما كانت تعمل كشرطية ليس شيئا جالبا للعار، بل هي مهنة محترمة. حذرت المؤثرة سوسن جميع المعروفين من نشر حياتها الخاصة. أعزائي في الأخير لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم جديد.